سلام الحباب، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم بحكايه جديده وهي حكايه رعب صارت في ولايه باتنا. قبل ما نبداو الحكايه ما تنسوش جيم وتشتركوا في لاباج. يلا نبداو بسم الله. الحكاية صارت في الشرق الجزائري ولاية باتنا دائرة تازولت المعروفة بأنها أصلا ملعونة، وكل سكان الولاية يعرفوا قصتها. لا علينا يا سيدي، في يوم من الأيام شهر جويلية بينما الحرارة مرتفعة كنت في طريقي رايح نصلي الظهر، تلاقيت بشخص نعرفه زميل في المدرسة. دخلنا صلينا مع بعض. كي خرجنا قال لي راك معروض عندنا اليوم، جيت اتعشى. قلت له كلش مبروك، بصح واش من مناسبة؟ قال لي عرس خويا. صح، قلت له ان شاء الله هنجي. وتفارقنا. ما كنتش ناوي نروح لاني ما نحبش اجواء الاعراس بصفه عامه. رجعت للدار وقيلت ونضت قبل العصر، توضيت ورحت صليت، لقيته مرة أخرى وزاد وصاني باه نروح نتعشى. وافقت وتفارقنا. رحت قضيت للدار. كي رجعت قالت لي يما بلي جات في الصغير، قال لي قولي لأسامة قال لك فلان ما تنساش تجي تتعشى. صراحة توسوست له شوية من شدة الإصرار، بس مع الآخر وافقت وقلت بالك يعزني وعيب ما نروحش. بعد ما صليت المغرب رحت بدلت قشي وتعطرت وريقلت روحي باه نروح للعرس. كي لحقت استقبلني كأني أنا العريس، تعشينا وضحكنا ونص راح نرجع للدار. حكمني وقال لي ولا غير تريح تسهر معانا. على جال حلف قعدت نورمال. داروا الرحابة والبندير، الغاشي يشطح ويتهول، حتى ناض واحد يشطح وراسو يلعب شغل منفصل على جسمه. شافوا اللي يضرب البندير ايا قرب لعنده ويبندر باقصى سرعه قدام وذنه، حتى طاح السيد هذاك مغاشي ويقول له ما تحبسش البندير حتى يحبس السيد وحده. المهم هزوه جماعه، قعدوه وغسلوا له وجهه وعطاوه يشرب وراحوا يشطحوا. انا نروماركي في السيد يرعش شويه. قربت عنده، السلام عليكم خويا. لا باس. شاف فيا وما نطقش. قلت له راك مليح ما خصك والو. نفس الشيء شاف فيا وما نطقش. رجعت لبلاصتي وانا نردد استغفر الله استغفر. انا عدلت روحي وبعد لقيته ورايا ويخزر فيا. توسوست وقلت نسافو. قال لي واش بك؟ قلت له والو، جيت نسقسي عليك برك. قال لي اليوم نمحيه. قلت له شكون؟ قال لي نمحيه ومشى وخلاني. وانا نعيط يا سي محمد شكون واش كاين؟ اروح نفريها لك. ما على باليش كيفاه غفلت لقيته اختفى. رجعت لبلاصتي مشوكي. بعد 5 دقايق جابوا القصبة وبدات زرنا من جديد. نشوف السيد هذاك رجع بصح وجهه مبدل خلاص وجسمه يبان اضعف من قبيل، واقف ويتفرج. كان زميلي في الدراسة يشطح مع خوه وزاهيين وهولوا الحالة بالشطيح. فجأة العريس حكم خوه وخنقو ويهضر بصوت غريب. الناس راحت تجري تفكهم وانا وجهت انتباهي للسيد تاع قبيل. لقيته يهضر مع اللي قصب دمارات القصبة مجددا، والعريس رجع لحالته والاخ هرب مشوكي يغسل وجهه. رحت عنده بقولي 2 امتار نلحق عنده. انطق قال لي احبس خطوة ما تزيدهاش. قلت له يا ودي انا اسامة. قال لي نعرفك مليح ونعرف حتى عمك. هذا عمي تعرض للمس توفى. قصته واحد ما يعرفها لانه كان يسكن في ولايه بعيده علينا. انا هنا تيقنت باللي حضروا الجنون. صح. قلت له صح ما نقربش عندك بصح قول لي راك مليح كش ما نجيب لك. قال لي راهم يعيطوا. قلت له شكون هذو؟ قال لي هما. انا نهضر معاه ونسمعوا في الناس تعيط. اهبط الله يهديك. السيد الاول هذاك طلع فوق السطح ومعلق روحه بيد وحده وباقي جسمه يدلى. نطق زميلي قال لي خلاص هذاك رايح. مع الحيرة هذيك عييت نعاود ندور عنده. بقيت نشوف مع السيد المعلق رمى روحه. كي لحق الارض الناس كامل هربت. هو طاح بصح جسمه ما كاش، كاين غير قشو. زميلي هرب يجري ويقول اخطيني ياك ما درت لك والو. العريس حكم في رقبته ويخنق في روحه. نطق واحد السيد كبير قال لهم اضربوا البندير وقصبوا راهي وصلت. هنا الجماعه بدات تبندر وتقصب بسرعه رهيبه وهما خايفين. 10 دقايق زميلي رجع والعريس تكالما. الموسيقى نهائيا طفات وتفضوا وعاود رجع. كانت الساعة تشير إلى 9:30. لحقت الجماعة ويقولوا سامحونا درنا روتار، طاحت لنا الطوموبيل اون بان. الرحابة اللي لحقوا وكيسمعوا الناس يتهامسوا باللي مش فاهمين واش راهو صار يهربوا. ما حسيتش واش صرا كامل بعد هذا الشيء حتى لقيت روحي في الدار متكي. نط الغدوة هذيك قال لي بابا سمعت بفلان. قلت له واش به؟ قال لي هبل وخوه لحمه زرق وعاد ما يهدرش. صراحه خلعت بزاف. موراها بسمانات لقيت السيد الكبير اللي قال لهم ابداو البندير راهي
وصلت. قلت له احكي لي واش صرا، راني كنت لثم وما فهمتش واش صرا. قال لي كنت في عرس تاع جن، والجن اللي كانوا يقصبوا وانتم لا خبر. قلت له كيف عرفتهم جن؟ قال لي اللي كانوا يقصبوا ما عندهمش رجلين. انا نسيت الوجوه تاعهم صراحه، وعييت نتفكرهم وديجا لحمي تشوك.